السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتوا حكينا على فخ الخدمة وفخ الادخار والتضخم. اليوم نهضروا على الفخ الثالث، وبصراحة هو الأخطر فيهم، على خاطر تدخل فيه براحتك، تمضي بيدك وتخرج وانت فرحان. بون، اليوم نحكيو على القروض والفاسيليتي اللي قالوا عليها مقولة زوخ اليوم ذل بكري. وسامحوني خوتي، ما معنات اني كنت نهز صوالح فاسيليتي، بصح من بعد لقيت هذه المقولة في بلاصتها صح. تصور معايا هذه القصة وربما انت عايشها بالضبط. واحد عنده صالير محترم، خدام، يخلص نهار لوديس مثلا، اول حاجة يديرها يمشي يشري ايفون ولا سامسونج اس 24 ولا 25 الفاسيليتي، يفرح به، يصور، يبعث في ستوري. كاليتي ديماج ما نهضروش، الناس تتفاعل معاك على جودة التصوير ماشي على قيمة المحتوى. بصح بعد شهر يوصلوا تسديد القسط الأول، ومعاها قسط صوالح إلكترومناجي وحدين أخرين، كليما، كويجينيا، ميكرو، وزيد ثاني بالك السيارة اللي شراها بالكريدي باش يبان مليح قدام لي زامي، وزيد قسط واحد آخر الحاجة نسى حتى علاش شراها أصلا. وتحير كاين عباد كي يروح باش يشري صوالح إلكترومناجي ما يديش برك واش يحتاج، يزيد حوايج ما همش اوبليجي عليه، ويخدع في روحه ويقول يا اخي نخلصهم بعقلي حبه حبه ما نحسلهاش. النتيجه الصالير يطير من لو 10 قبل ما يوصل له 20. يسمى نهار اللي سيني كونطرا تاع فاسيليتي، من هذاك النهار هو يستنى في لو 10 الجاي. سامحني، هذا نورمالمون غير يجي ميساج تاع الجي بوست باللي لا باي دخلت، تجي ديريكتومون رساله صوتيه من السيستم تاع الفاسيليتي تقول له مرحبا، لقد تم حلب كل الرصيد بنجاح. نراك الشهر القادم في مثل هذا اليوم. نحن نرحب بالزبائن الأوفياء مثلك، ونحن معك في انتظار راتبك القادم. إلى اللقاء. هذا ماشي مثال خويا العزيز، هذا واقع نعيشوه كل يوم في الجزائر.